أمينة عايشة الحياة والحب مع جيهان وكتسولو على عالية، ولكن هو ساكت وملبدها وما بغاش يعاود ليها. هي واحد السلقوطة من فعايلها قالت لي هاد البلاصة صغيرة، إلا كاينة شي حاجة مخبيها عليا غادي توصلني. عزات تصونع على عالية وأنه مازال ما مشى لكندا وبغى يعاونها باش تهرب وبغى يدوزها من الحدود، وأنه رتب لكل شي خاص غير هي تهرب من القصر. جيهان شافها كتهضر في التليفون وشاك باللي كتوجد لشي حاجة، وعارف باللي راسها قاسح وكدير داكشي اللي في راسها. جاب التليفون لدينيز فيه جهاز ديال التعقب وقال لي خبعو على ماماك، وفاش تكون في شي مشكل ولا عندك شي حاجة صوني عليا، نمرتي كاينة عندك. دخلات عالية ودات ولدها باش يفطر محيت فيه الموت ديال الجوع. كايا علم خوه باللي عندهم مشكل في الخدمة هما يمشيو، وجيهان وصل الاشخاص اللي مكلفين بالحراسه باش يردوا البال ويحلوا عينيهم مع عاليه، لانه شاك فيها كتوجد لشي حاجه. عزت صونع على عاليه وصفت ليها اللوكاليزاسيون فين يتلاقاو، حتى جات نارا وبقات تنصح فيها باللي لا شدوها غادي تدفع الثمن غالي وانها خايفه عليها. قادر علم جيهان باللي شي عصابه هجمات على الشاحنه اللي فيها البضاعه ديالهم وتقلبات وشعلات فيها العافيه. صداقات عرفات بالموضوع ومشات ساخطه. نارا قالت لعاليه هذه هي الفرصه ديالك باش تهربي، خصوصا والحراسه خفيفه اغلبيه ديالهم مشاو مع جيهان. عطاتها المفاتيح ديال طوموبيلتها باست دينيز وودعاتها، عاونتها باش تهرب بعد ما استدرجات جوج ديال الاشخاص اللي كانوا حدا الباب ومثلات باللي فيها الوجع وجاو عندها باش يساعدوها. عاليه ركبات الطوموبيل وعلقات بحالها. جيهان كيتقاتل باش يجبد واحد من رجالو اللي عالق في الشاحنه، هز حديده وبقى يخبط في الزاج باش يحيدو. صداقات وصلات وخايفه على ولدها لان العافيه تقد تشعل في اي لحظه. جيهان جبد خونا اللي كان حاصل جاكا يعاونو وهي تنفجر الشاحنه. عاليه وصلت للبلاصه فين اتفقت تلاقى مع عزات، ولكن تصدمات فاش شافت ديمير تما. المحامي ديالها طلع شماته خدا الفلوس من ديمير وخوا بها. ديمير بغى يخطف دينيز ولكن عاليه ما سمحاتش ليه وهربت هي وولدها وهو تبعهم. دينيز جبد التليفون اللي عطاه جيهان وصونع عليه وعلمو باللي هو في خطر. عاليه خايفه، هو طمأنها جيهان باللي التليفون فيه جهاز ديال التعقب وباللي غادي ينقذها. وبعدها ديمير شد عاليه عطاه واحد جوج مسمنات طفالها لا في شور. شاف جيهان جاي هدها معاه. كايا مع خوه وصلوا بقاو يقلبوا على دينيز، هما يلقاوه مخبي وكايا داه معاه. وجيهان مشى تابع ديمير وملصقين مياه في الكونتور، ما كاين غير السبيل. العجاجه نايضه والسما صافيه. عاليه خايفه على حياتها وجالسه تطلب في ديمير باش يخفف السرعه. دخلها في واحد لابيست، وصلوا لهاد البلاصه نزلها وكيهدد فيها بواحد البيستولي. جيهان حل باب واحد كيتحلف في واحد، ولكن ديمير ما عنده ما يخسر. هدد جيهان قال ليه الا ما لحتيش الفردي من يدك غادي نتيري فيها. هو يلوحو وبقى يهدن فيه باش ما يرتكبش شي غلط. اصلا عاليه ما عندها حتى دخل في الموضوع، الا كاين شي حساب خليه بيناتنا. ديمير قال ليه تزوجتي بالبنت اللي كنت كنبغيها ومستعد نكمل حياتي معاها ونولدوا الولاد مع بعضياتنا. هاد الاحلام كامله ضيعتيها ليا، حتى انك قتلتيها. علاش ما قتلتينيش حتى انا وتهنيني من عذابي؟ حياتي ولات ظلام، غادي نعذبك في حياتك كما عذبتيني. جيهان عاود ليه الحقيقه باللي تزوج بنت سليمان الشيداء باش يصفيو الخواطر ويحبسوا الانتقام والعداوه اللي بين العائلات، ولكن ما كنتش عارف باللي انت كتبغي شيداء وماشي انا اللي قتلتها. هي انتحرت محيت زوجوها بالسيف عليها. حيد ليه الفردي وبغى يقتلو ولكن عاليه منعاتو. ديمير بقى يبكي ويندب في حناكو، الحب ديال حياته ضيعها من ما بين يديه وما بقى عنده والو من غير الانتقام. عاليه عاودت لجيهان كيفاش حتى خوا بها عزات وبقى يلوم فيها كيفاش تصرفات بهذه السذاجه وعرضت حياتها وحياه ولدها للخطر. صداقات كما العاده ديالها عطاتها درس في الاخلاق وشرطات عليها
عليها الا بغات تبقى عايشه معاهم في القصر خاصها تزوج، ولا ما غتخليهاش تزيد خطوه وحده باقي لقدام في هذا القصر. ما بقيتش كنثيق فيك الكذابه، في اي لحظه ممكن تخطفي لي الحفيد ديالي. عندك حل واحد هو تزوجي، وما كاين ما احسن من جهه اللي يكون الزوج ديالك وخلاتهم مصدومين وما عارفين راسهم باش تبلاو.